أن نفهم دائما أن كلمة أكراد أصلا هي ليست كلمة جامعة، ولا تشير إلى مجموعة سكانية بعينها، ولا تشير إلى قومية. حتى أكبر كذبة في التاريخ هي القومية الكردية. لا يوجد شيء اسمه قومية كردية. الأكراد على الأقل أقل باحث يقول أنهم 3 فئات، وكل فئة ليس لها علاقة بالفئة الأخرى، ولا يوجد لديهم لغة واحدة أو لغة مشتركة. البعض يعتبر نفسه آري من العرق الألماني، والبعض فارسي، وهو حقيقة فارسي بالأصل، لأن الأكراد كلهم من الفرس، والبقية من الذين جاءوا من بحر قزوين. الأكراد ليسوا من سكان المنطقة العربية. يعني لا يوجد لهم لغة واحدة مشتركة. بالفترة الأخيرة بالقرن العشرين، بداية 1919 وظهور الحركات القومية والمد القومي، بدأوا يتحدون وجاء المفكرون، ولكن اللغة الكردية لا يوجد لهم أحرف، يكتبون بالأحرف العربية، وهناك أكثر من لغة يتحدثون بها. هم يحتجون أنها لهجات وبسبب البيئة، ولكن الحقيقة هي لغات منفصلة عن بعضها. حاولوا تجميعها وللخروج بعنوان واحد. أما الكرد تعني البدو. الكرد مصطلح الكرد يعني البدو الفرس، بدو الفرس، أو الكرد هم سكان الجبل. يعني عندما تقول عربي أنت تشير إلى مجموعة معينة من السكان. عندما تقول أمريكا تشير إلى القارة الأمريكية. عندما تقول فرنسا تشير إلى أمة فرنسية. أما عندما تقول كرد، لا، الكرد يعني بدوي الفرس. البدو الفرس هم الكرد. عندما أو تقول كرد بمعنى سكان الجبال، لا تدل على قومية واحدة. أما وبالعودة إلى موضوع الكرد بالتحديد، الكرد كذلك منقسمون على أنفسهم على الأقل قسمين: قسم يتبع لإيران، وقسم له علاقات جيدة مع تركيا ومع بعض الدول العربية. هذا الخلاف والنزاع الداخلي بين الأكراد يجعلهم يتراوحون بهذه المواقف، يجعل مواقفهم غير ثابتة، لأن الطرف الإيراني يدعم مواقف إيران، الطرف الأقرب إلى الأكراد إلى الأتراك يدعم الموقف الكردي، وهم يتصارعون فيما بينهم على السلطة، جماعة الطالباني وجماعة البرزاني. وبالمناسبة الطالباني والبرزاني زعماء الأكراد هم بالأصل من أصول عربية. صحيح. يعني أنا أقصد، وهذا يؤكد كلامنا أنه موضوع الأكراد إقليم كردستان وإدارته بمن أطلق مشروع عروج آبا في سوريا. ليس البرزاني رئيسه سعود برزاني، مجموعة من الكرد السوريين، بما فيهم صالح مسلم وجماعة صالح مسلم. هؤلاء الأقلية الانفصالية العرقية اجتمعوا في ما يسمونه إقليم كردستان، وأنا لا أعترف بهذه التسمية. هذه محافظات شمال العراق، وقلت لك هم جاءوا إلى هذه المنطقة ولم يكونوا من سكان الأصليين. اجتمعوا هناك وقرروا استغلال اللحظة، استغلال الفرصة، استغلال الدماء السورية من أجل الولوج إلى ما يسمونه في مخيلتهم كردستان. وكردستان ليست موجودة على أرض الواقع إلا في مخيلة هؤلاء، ولن تكون موجودة. نحن لسنا ضد أن يكون هناك دولة كردية، ولكن نحن ضد أن تقام هذه الدولة على أراضينا، سواء أراضينا العربية في العراق أو أراضينا العربية في سوريا، أو حتى أراضينا التي تخضع للسلطة التركية، بما فيها ديار بكر. ديار بكر هي مدينة عربية سورية، واسمها ديار بكر، أي سكنتها قبائل بكر وتغلب أبناء وائل بن ربيعة، قبائل عربية سكنتها. حتى في تركيا الأراضي العربية السورية التي تقع تحت السلطة التركية لا نقبل أن تقام فيها دولة. إذا أراد الأكراد أن يقيموا دولة فيعودوا إلى مناطقهم، إلى فارس، إلى ما يسمونها بلاد فارس، ويعودوا إلى بحر قزوين وتلك المناطق، ونحن سندعمهم. أما على أراضي